زول ممكن يساعدك. إيه استاذ عفاف ولا احمد؟ طيب نقول الو. قولي الو يا استاذ. الو عليكم السلام. علينا يا عفوفة، كيفك؟ كيف تمام؟ رمضان كريم، كل سنة وانت طيبة وحاضرة وموجودة يا رب. علينا وعليك. قول لي أنا انت مشتاقة لك شديد والله. اجيب في الصف. منو معي؟ في جدة. والله لو ما عرفتي الصوت ده بس رمضان ما تعبنا شديد يا عفاف، خسة في العظم، عشان كده تكوني ما عرفتيه. ما عرفت والله. انت جاده يعني ان انا صوتك ما عارفه، انت ما عارفه كده بنقول مجيب. أولى إني أنا عاملة فيها جادة أسهل، إني أنا كده على أثير راديو وكده وشنو. على اسير شنو؟ الراديو. انت مسكوت. أنا فاطمانة يا عفوفة، يا كيفك؟ سلام يا اخي، دي من اعز الناس علي فاطمه. وين الكلام بتاع القلوب شواهد والقصص دي؟ تحرجيني كده على خليته والله الهوا. القلوب شويه. بدك شفتي الزول ده اصلا هو كريم ده ما افخاخ. فاطمه دي عزيزه علي شديد وزميلتي وانا بريده شديد وعندي تشابه معاه كثير. هي وتهاني طبعا المتبنين صوت الحقيقي حيقول لك الحاجه دي وانت اصلا زملاء دندش لكن ما عارفهم في حته لكن هو ما عارف. كيف يا فطومه؟ كل سنه وانت كيف طيبه يا سلام. أحوالك؟ كل مكالمه سنة وانت سعيده. طيبة. وكل انت سنة سعيدة طيب يا يا أحمد أخي. كندش الله كمان. يديك العافية يا أستاذ، تسلم يا رب. الله كيف يخليك يا اخبارك؟ عفوف. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيب. الله أكرم يا صديق، كيف حالك؟ رايق؟ الليله عفاف مزنوقه صح؟ شنو؟ عفاف الليله مزنوقه وسالناها من وجبه ما عرفتها وهي عليك الله، ما مستعينه ليك قالت. انت. هي ما قالت سخينة؟ بس انا اي زول عارف السودان. أسئلة يا فاطمة، نحن سألناها عن وجبة سودانية معلومة ومعروفة وهي ما قدرت تجاوب عليها ومحتاجة مساعدتك عشان تطلع من الفخ، وهي الآن في تنافس مع أحمد دندش يعني على الهواء. اللي هي شنو الوجبة السودانية اللي انتوا سألتوها منها؟ اسمها جريوات. يعني شنو؟ تطبخ جريه وتعمليه. جريوات. لكن ما عصرتوا علينا بيوم جري. يا اخي ده انا لو جابوا لنا الكلبه عادي من الجريه. سودانية صينية كده. كلب سحران دايرينها. يا عفاف والله الأكلة دي الوجبه في سودانية البطانه صينية. ودلك دندش وجبه خلاه وقع عارف يمشي ولا ايه. كمان عم لا ده الوجبة أنا يمكن طبعاً ما يا سحر ست جمال الرضوى. الأيام دي قاعدة شايف في دراما مصرية كده، ففيها زول بيحل أي حاجة، أي أي حاجة بيحلها من معلم. اسمها، يعني لو قلت له ما هي روتانا بقول لك دي أصلا من الروتنة شنو كده. فأصلا الأكلة دي شكلها اضرب له شوفيه. أنا لغاية توصل حتى دور الظن اللي سمعوه بشدة كده، فالأكلة دي شكلها سودانية صينية كده. فطومه والله انت عارفه القصه دي معناتها انت تكوني في إن شاء الله البطانه أكون قاعد في صديقة البطانه عندك يا عفاف. بتقتلي كلب بعد تصادق كم حاجه كده بتقتلي كده تطبخي. فاطمة أنت ما حتقدر نعم. تجاوب على السؤال يعني؟ والله يا أخي بس أنا اللي عندي قلته. انك عصرت علينا. طيب شكرا لفاطمة أنس الإعلامية المعروفة شديد والله. لمحاولتك إنك تساعدي أختك عفاف، ولكن للأسف عفاف هي الله وقعت في يخليك يا الفخ صديقي، الأول. تسلم كثير، شكرا لك أنت كمان. فاش الجامعه ده بتجيب مصايب كثيره والله يا معلش يا مطوبه. شكرا لفاطمة، ولسه نحن نتواصل معكم على الهواء مباشرة.